السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بقى حاجه حلوه، بقالنا كتير 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 ما عملناش حاجه حلوه. بس النهارده هنعمل حاجه حلوه بناء على طلب حد كده بيقول لي يعني ايه، مهما اعمل حلويات واشوف في الفيديوهات واقول هعمل بالطريقه الفلانيه، بتطلع برضو الحاجه عندي مش ناجحه. فالمره دي هنعمل يعني ميكس كيك كده جاهز. مش هنعمل الخليط عندنا في البيت. ان شاء الله ينجح معاكي ويبقى كويس، وفي نفس الوقت هنعمل جاتوه كده اقتصادي. زي ما انتم شايفين طلع معايا اكتر، تقريبا 18 قطعة جاتوه في الصينية دي. طبعا التكلفة ما بتبقاش زي ما احنا بنشتريه طبعا خالص من بره. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنعمل النهاردة فودج كيك، وهنحط عليه اي صوص. هنتكلم طبعا على التفاصيل دي واحنا شغالين. اول حاجة معايا 4 بيضات هضربهم. بصوا الميكس ده مش محتاج ضرب يعني خطير قوي او كتير قوي، يعني ممكن كمان المضرب اليدوي. تمام، هحط عليه نص كوباية زيت، وهحط نص كيلو ميكس فيج زي ما انتم شايفينه كده، بيجي من عند مستلزمات الحلواني. طبعا احسن نوع انا جربته هو جولدن باك. ما جربتش حاجة تاني غيره يعني، فهو حلو قوي. بعد ما نزلت كده الميكس او النص كيلو الفيج، قلبت كده بالسباتولا علشان ما نطوروش. تمام. وبعدين هرجع اضرب بالمضرب تاني. معايا بقى كوباية مية. كوباية المية دي انا مسخناها من قبل، يعني من قبل ما اشتغل مسخناها. وهدوب فيها معلقة نسكافيه كده. النسكافيه بيدي طعم وبيعزز طعم الشوكولاتة خالص. تمام. البيض طبعا عليه فانيليا في الاول، والكاكاو مع النسكافيه بيدي طعم هايل جدا جدا. النسكافيه جربوه كده، لما تحطوه على كيكة الشوكولاتة بيعزز طعم الشوكولاتة وبيظهر طعمها كويس قوي. هعمل بقى ميكس كده زي ما انتم شايفين. الخليط كمان بتاع الفودج ده بيبقى سايل، ما بيبقاش زي الكيكه. الكيكه بتبقى اتقل منه شويه، فما تخافيش لو لقيتيه سايل كده في ايدك. وتقدري كمان على فكره تعملي الكيكه دي باي كيكه جاهزه من اي نوع. تمام. الصينيه دي صينيه 30 في 40، والجدار بتاعها ده تقريبا 5 سنتي. علشان كده هحط فيه كل حاجه، يعني مش هشيل الكيكه من الصاج ولا اي حاجه. هحط عليها الكريمة وهحط عليها الشوكولاتة او اللوتس او اي حاجة من فوق الصاج. طبعا انا مشغله الفرن على درجه 180، وما خدتش تقريبا ربع ساعه، لان طبعا الطبقه خفيفه. واستنيت لما تبرد شويه، وبدات اعمل كده بخله الاسنان او اي خله شيش طاووق، اي حاجه تقدري تخرمي بيها كده الكيك. وهسقيها بلبن ونسكافيه. اللبن بتاعي ساقع، ما كانش سخن ولا حاجه. وهنزل بقى عملت كده نص كوبايه اهي زي ما انتم شايفين. هسقي بيها الكيكه، وهرجع تاني احط تقريبا نص كوباية او اقل من نص كوباية لبن. وهسقي الكيكة بتتشرب كويس قوي، لان هي هشة واسفنجية جدا جدا، طرية قوي. يعني هتشوفوها كمان بعد ما هنقطعها مع بعض، وتشوفوها انتوا شفتوها في اول الفيديو. عملت ربع كوباية لبن اهي كمان، وحطيتها خلاص. جبت معايا هنا بقى ربع كيلو موس شوكولاتة، ممكن كريم شانتيه عادي. وحطيت عليه كوباية. الأولانية دي كانت لبن، والتانية مية. يعني ممكن تسقيه بمية، ممكن تسقيه بلبن، كله زي ما انت عايزة، مفيش اي مشكلة. ضربته كده، حسيت ان هو محتاج تاني نص كوباية مية، فحطيت. طبعا المية تكون ساقعة او اللبن يكون ساقع. وربع كيلو، ما تزوديش عن كده لانه هيكون خفيف جدا. يعني انا بحب دايما احط السوائل بالتدريج، ما بحبش احطها على طول مرة واحدة، حتى لو انا عارفة مثلا المقدار ده هياخد قد ايه. تمام. لان طبعا كل نوع بيختلف عن نوع، كل شركة بتختلف عن شركة. فحاولي السوائل تنزليها بالتدريج. زي ما انتم شايفين كده، ده القوام اللي انا عايزاه. مش عايزة اتقل من كده ولا اخف من كده. وهنزل بيه على صاج الكيك بالشكل ده. لو انت حابة بقى تعززي طعمه، ممكن طبعا تنزلي عليه شوكولاتة او جناش، يعني زي ما انت عايزة. بس هو عموما الموز طعمه حلو جدا. وزي ما قلت لك تقدري تحطي كريم شانتيه برضو. وهنزل كده اوزعهم على الصاج، وهسويهم بالسباتولا علشان ادي طبقة متساوية، وما تكونش طبقة اعلى من طبقة. خلاص. الطريقة دي سهلة خالص وبسيطة، وهتخليكي انتي كست بيت مش محترفة خالص ان انتي تعملي الجاتوه، وبتكلفة قليلة جدا طبعا، اقل من التكلفة اللي موجودة معانا ومتعارفة يعني.
لو اشتريتي 18 قطعة شوفي انت هتشتريها بكام دلوقتي. اقل قطعة جاتوه دلوقتي ب13 وب15. فشوفي بقى 13 جنيه في 18 قطعة. جيت هنا بقى بعد برضو ما سبتها يعني تمسك نفسها شوية كده في الفريزر، في الفريزر في التلاجة. حطيت زبدة اللوتس سيحتها، دي مش زبدة أصلية، دي من دكتور بيكر. تمام، يعني صوص بيبقى فيه طعم القرفة زايد شوية، فبحبه وبيديني طعم حلو. انا شايفة ان هو كمان احلى من اللوتس يعني، واللوتس غالي طبعا، فانا برضو عايزة اعمل بشكل اقتصادي. تقدري تعملي بقى صوص نوتيلا، تقدري تعملي شوكولاتة جناش تزودي عليها لبن يعني، او كريم شانتيه او كريمة خفق يعني زي ما انت عايزة، وتصبي برضو على الوش كده. تمام، كراميل يعني زي ما انت عايزة. هنا سيحت الشوكولاتة على حمام مائي وحطيت عليها معلقتين زيت كده، ونزلت كده دواير دواير على وش الصاج بتاعي علشان يبقى تزيين كده مش تقليدي، ولما تطلع قطعة الجاتوه هتلاقوها مختلفة وشكلها مختلف. طبعا حطيتها في التلاجة وبدأت بقى اقطع. طبعا انا ما قطعتش بصراحة بالتساوي، يعني قلت كده هعمل بالنظر، وفي الاخر طلعت قطعة صغيرة وقطعة كبيرة. انت حاولي على قد ما تقدري ان انت يعني تقطعي كده قطع متساوية، هتلاقيها حلوة جدا جدا. يعني طعمها يجنن. وكمان ممكن تعملي نص لوتس وممكن تعملي نص نوتيلا، لوتس وكراميل يعني زي ما انتوا عايزين. شايفين اصلا شكل الكيكة والطبقة بتاعتها حلوة قوي، ولما تيجوا تقطعوها كمان هتلاقوها هشة، هي اصلا شكلها باين عليها. هتعجبكم بجد يا بنات. وكمان زي ما بقولك كده طريقة اقتصادية وسهلة. شايفين الكيكة هشة خالص ازاي، وتقطعها بالسكينة كمان باين، والطبقات طعمهم حلو جدا مع بعض، حاجة حلوة للولاد. تقدري تعمليها يبقوا برضو بياكلوها حاجة كده حلوة بعد الغدا، وموفرة في نفس الوقت. وفي الاخر هنا حطيتها في العلبة بتاعة تبروير دي، وهحطها في التلاجة. وبالهنا والشفا ان شاء الله لما تعملوها. اشوفكم على خير، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.